لو معاك 300 ألف جنيه وعايز تحطهم مقدم في عقار، ايه المناطق اللي ممكن تشتري فيها والقسط الشهري هيبقى كام؟ النهارده 8 فبراير 2024. احفظ الفيديو ده عشان هيبقى مرجع مهم ليك. أول منطقة التجمع الخامس. لو عايز تشتري شقة في التجمع مفيش غير مشروع واحد بس هيطرح خلال أيام. نازل فيه الاستوديو، مساحته 47 متر وأسعاره بتبدأ من 2 مليون و800 ألف. مقدم تقريبا 300 ألف والقسط الشهري بيبدأ من 26 ألف، وطبعا بيزيد لما المساحة بتكبر. وممكن تاخد حاجة في مشروع أفضل من ده على طريق السويس على طول، مساحة 80 متر غرفة وريسبشن ومعاها جاردن 40 متر، بس هتدفع مقدم 400 ألف وقسط شهري 37 ألف. هنا أنا بتكلم على كومباوند في التجمع. لو بتتكلم على عماير ممكن تلاقي مقدم 300 ألف، بس القسط هيبقى أعلى من كده لأن فترات السداد بتبقى أقل، غير إن مفيش مساحات صغيرة. تاني منطقة العاصمة الإدارية الجديدة. ممكن تجيب مكتب إداري بمقدم 300 ألف وقسط برضه بيبدأ من 26 ألف، ومكتب في مكان كويس. وهنا هيبقى فيه اكتر من اختيار، واحنا دايما بنرشح لك الشركه اللي عندها ملاءه ماليه كويسه وعندها مستوى انشاءات كويس. اما لو بتفكر في شقه في العاصمه الاداريه فاحنا هنزود البادجت شويه ل 450 الف مقدم، بس هتاخد شقه محترمه 160 متر، 3 غرف في كومباوند مميز جدا ومكانه مميز، وقسطك الشهري هيبقى 36 الف جنيه. الساحل الشمالي ما تفكرش لانك مش هتلاقي حاجه بالمقدم ده، يا دوب هتعدي من الكارت. العين السخنه مفيش غير مشروع واحد وانا الحقيقه ما بنصحش بيه. في بقى بعيد شوية في البحر الأحمر في مرسى علم، اللي بتتصنف واحدة من أفضل المناطق السياحية في العالم. مشروع قائم وشغال ومن أفضل المشاريع في البحر الأحمر. أسعاره بتبدأ من 2 مليون جنيه، متشطب بالكامل، بتبص على البحر على طول، وعندك خدمات فندق 5 نجوم. بتدفع مقدم هنا أقل 200 ألف، وقسطك الشهري هيبقى 26 ألف جنيه. يمكن المكان بعيد شوية بس مش هتلاقي في مصر عموما حاجة بمستوى الفخامة ده وبالسعر ده، وما تنساش إنها منطقة عليها إقبال سياحي كبير. لو فكرت تحجز في حاجة من الحاجات دي أو عايز تعرف معلومات أكتر عنهم ابعت لي رسالة وهرد عليك. في فيديو تاني هنزله هيبقى فيه المقدمات اللي أعلى من كده شوية. متنساش تعمل لي فولو عشان تتابع أخبار العقارات في مصر.